كاينش فينا اللي ما كيعرفش اليوتيوبر بيرمون، ولكن واش فعلا بيرمون اعتزل اليوتيوب؟ وعلاش اختفى فجأة؟ واش كاين مشكل ولا ضغط ولا شي حاجة كبيرة مخبأة؟ اليوم غادي نهضروا على القصة الكاملة ديال اعتزال بيرمون ونشوفوا الاسباب الحقيقية اللي خلاته يوقف فجأة. فانتي مالك دير غير جوج حوايج: لايك وسبسكرايب وكمل الفيديو باش تخرج فاهم كلشي. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. بيرمون كان واحد من صناع المحتوى اللي قدروا يبينوا قاعدة جماهير كبيرة في قفزة قصيرة. المحتوى ديالو كان كيخلط بين ترفيه، تحديات وردود الفعل، واحيانا ومواضيع جدلية. القناة ديالو كانت كتجيب مشاهدات قوية والتفاعل كان كبير، ولكن فجأة كل شي تبدل. في واحد اللحظة بيرمون انقسم من النشر، ومن بعد ولا كيختفي اسابيع، ومن بعد ولا كيختفي شهور. الجمهور بدا كيسول واش عنده مشكل، واش تعرض لضغط، واش غادي يرجع. ولكن الصمت كان هو الجواب الوحيد. كاين عدة احتمالات كيتم تداولهم: الضغط النفسي، يوتيوبر ماشي سهل، صانع محتوى خاصو يبقى ديما حاضر، مبدع ومراقب من الناس، اي غلط كتولي ترند. الارهاق وصناعة المحتوى، الابداع مستمر كيستهلك الطاقة، ممكن يوصل لمرحلة الاحتراق النفسي. مشاكل شخصية أو مهنية، حياته الخاصة ممكن تكون تأثرت، أو ربما قرر يبدل المسار ديالو بعيد على الأضواء والشهرة. تأثير الانتقادات، أي شخصية مشهورة كتعرض بزاف نتاع السبان والانتقادات وأحيانا الهجوم. هذا الاعتزال النهائي حتى الآن ما كاينش إعلان رسمي واضح كيأكد اعتزال نهائي. ممكن يكون غير توقف مؤقت، ممكن يرجع في أي لحظة. يوتيوب عمرها ما كانت مستقرة، وكثير من اليوتيوبر يختفوا ويرجعوا. دابا قل لي انت، واش كتشوف ان بيرمون غادي يرجع ولا هذه نهاية المشوار ديالو؟ الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وشارك باش توصلك قصص جديدة ومثيرة.